الكابتن فهد أبو سبعان، مدرب الفئات السنية والفئات العمرية بنادي ضمك. صراحة شغل جبار والله يا كابتن فهد. يلا حياك الله استاذ حسين. حبيبي شرفتنا والله. حبيبي، الله يعطيك العافية. أقول لك أنت الحين كم سنة الحين ما شاء الله في ضمك؟ والله انا داخل في السنه الخامسه. ما شاء الله. تحمل حصلت على البي ها؟ والله خذيتها قبل شهر في عمان. ما شاء الله، عقبالك إن شاء الله الإي والبرو يعني. مقدمين عليه ان شاء الله. ما شايف أنا والله الشغل ما شاء الله مع المدربين محاضر يعني. ما كانت المعلومة ذي، كانت يمكن يعني غايبة شوية عنا، بس لكن الشغل شفناه والله قبل شوي جبار صراحة يعني. والله شوف احنا عندنا الكابتن زياد عكوب، هذا محاضر اسيوي معروف، اسم قوي جدا، هو مدير التطوير عندنا حاليا يعني احنا نستفيد منه. وانسان يعني يخدم الجميع بصراحه، واحنا فخورين بالعمل تحته يعني الكابتن زياد عكوب. طيب وش الأهداف الحين انتوا قاعد أنا شفت أنا تمارين، شفت ما شاء الله أعداد يعني كثيرة. والله شوف احنا النادي عندنا اهدافه كثير يعني الموسم ذا ممكن اكثر من لاعب طلعناه احتراف، واكثر من لاعب طلع للمنتخب، واكثر لاعب طلع فريق اول اولمبي، وغير اللعيبه اللي تنباع عروض. يعني جبت ناس من الشقيق انت؟ اي والله في، اي والله في موجود اللي وصلت يعني. موجود واحد معنا موقع الحين مع الاولمبي من الشقيق، اثنين من الشقيق مو واحد. ما شاء الله في الفئات السنية. في الاولمبي هذول في الاولمبي ها؟ فريق اول واحد اولمبي. الاولمبي اللي هو دوري النخبة. النخبة. انت جيت وانا اشوف مع كل لاعب له ملف خاص يعني، شوف البيانات قاعد يشتغل هو قاعد هنا ورفع الاتحاد السعودي ورخصة اسيوية، يعني شغل مرتب بصراحة، يشكرون عليه النادي بصراحة. يعني طلعتوا لاعبين او طلعت لاعبين من البطولات اللي تقيمها. وبالمناسبة الكابتن فهد يعني من منظم بطولات في الشقيق يعني على مستوى المنطقة الجنوبية وذاع صيتها يعني ما شاء الله يعني تبارك الله. والله طلعنا العيد من بطولات، اقرب بطولة سويتها انا هنا في النادي، كل سنة اسوي بطولة. المستفيد من البطولة اللي اسويها في نادي ضمك مو فقط نادي ضمك، اكثر من نادي يشيل لعيبة من البطولة دي. فنادي ضمك يعني الحمد لله يعني يفرغ مواهب لجميع الانديه يعني. والاكتشاف يعني صعب ترى، يعني ما هو بسهل يعني لما انت تسوي شيء زي كذا متعب، فهمت؟ اكيد. فهذا الشيء صراحه تشكر عليه. وانا والله شايف المنشاه ما شاء الله هذه خاصه في هذه خاصه اكاديميه، اكاديميه النادي، فئات السنيه البراعم الصغار دول يعني موجودين هنا، وعندنا ملعبين هنا، ملعبين هنا، وفي ملعبين في الملعب الرئيسي. طيب الله يعطيني اسمه اللي هو نسيتها شوي. ايه بمناسبه الحين اللاعبين المقيمين شو وضعهم او المواليد او عادي يتسجلون. عندنا اكثر من لاعب مقيم ومواليد ويتسجلون طبيعي. لو افتح لك الدرج اللي هناك موجود اوراق يعني كثير المواليد، اي لاعب مواليد او مقيم موهبه ما تتاخرون يعني. لا ما نتاخر، بالعكس الاوراق جاهزه، كل شيء جاهز ونسجل عادي. ويكون يعني اللي هو شو اسمه توفير الامكانات يعني سكن، في سكن، في مصروف، فيه الحمد لله النادي ما يقصرون يعني. انتم شغالين على الشيء هذا الان؟ اكيد استقطاب يعني ها؟ نعم. والله بالعكس والله هذا الشيء يعني مجهود طيب والله. من ناحيه انا شايف المدربين، مدرب حراس ومدربين وشغالين على قدم وساق يعني. كل فئه عمريه عندنا لها جهاز خاص. ممكن فيه شيء بضيفه انا، ممكن الناس تقول ضمك فئات السنيه يلعبون مناطق، ترى والله العظيم انه ممكن ضمك من افضل الانديه في الفئات السنيه، افضل انديه مثلا في الممتاز. يعني نادي ضمك يعني عنده افكار ثانيه، مثلا الصعود والامور دي ترى. انا سمعت ان في انديه في الشرقيه في الرياض شروا من او اخذوا من ضمك يعني. في من جميع انديه المملكه اخذوا يعني. عندك الاتحاد، العلا، القادسيه، الاتفاق، كثير انديه يعني كلهم من نادي ضمك يعني. نادي ضمك، نادي ابها كذلك. فالنادي عنده اهداف كثير جدا جدا جدا، مو مساله صعود ولا الكلام ذا. ممكن الصعود اقدر اجيبه يعني، النادي يقدر يصعد يعني، لكن احنا اهدافنا اكبر من الشيء ذا يعني. اهدافنا منتخب، اكيد، دعم الفئات السنيه، اللاعب يوصل للمنتخب هذا هدف، اللاعب يوصل الفريق الاول هدف، اللاعب يوصل الاولمبي هدف، اللاعب يوقع احتراف هدف. قبل اسبوع موقعين مع 5 أو 6 لعيبه احتراف عندنا من الاكاديميه من الفئات السنيه توقيع احتراف.
كابتن فهد. شوف، فيه بعض اللاعبين عجول يستعجل يعني على رزقه ويستعجل على اهدافه ويستعجل. لا، اصبر، تراها حبه حبه تجي. والله العظيم احنا عندنا ناس من الاكاديميه اعمارهم 6 إلى 7 سنوات، وانه مستمر في الاكاديميه لين صار عمره 16 17 سنه، والحمد لله وقع احتراف، واللي طلع المنتخب، واللي طلع الفريق الاول، واللي طلع الاولمبي من عندنا من الاكاديميه، وكان عمره صغير لكنه صبر. فلازم تصبر انت كلاعب، يعني لا تستعجل. يعني اللاعب يبغى يجي مثلا يروح نادي كبير على طول؟ على طول لا. شوف اقول لك حاجه، والله العظيم انه لاعب عندنا قبل اسبوعين جاء عرض من نادي الاتحاد، وهو كان يتمنى انه يلعب في الاتحاد. سبحان الله، كله كان مجتهد ومخلص في التمارين في الاشياء دي، وجاه رزقه لين عنده. يعني هو يعني الاساس من نادي ضمك، من عندنا من الاكاديميه. ايوه، يعني صبر عنده هدف وصبر، واشتغل معنا ومع المدربين وحريص، واهله كويسين، اولياء امور يعني مهتمين في الولد. الحمد لله مع الصبر نجح الحين في الاتحاد. واذكرك يعني اللاعب ذا حيوصل بعيد. لازم ناخذ اسمه شو الواحد، انك انت اشتغلت على لاعبين. طبعا شو اكيد يعني يجي اللاعب يجي دروب، يجي يعني ممكن يقول ودي اروح كذا، يعني يلاقي النادي يعني مثلا يلعب في المناطق، بس هي الاساس هذه انه بكره يشوفونك يعني. اكيد. فهو اكبر نصيحه اقدمها للاعبين انك اصبر في النادي اللي انت فيه، سواء يلعب مناطق ولا اي كلام. اصبر بيجيك، بس اجتهد، لازم تجتهد. لا تسمع كلام احد، لا تسمع كلام احد، اجتهد، اسمع كلام مدربينك وولي امرك والامور دي، وان شاء الله ربي يوفقك. النجاح بيجيك، لا تبحث عن النجاح، اشتغل، النجاح هو يجيك، هو يبحث عنك النجاح. والله يا كابتن فهد، والله انا سعدت بلقائك. اول طبعا نقول لكم على شغله بس عشان ما حد، ترى كابتن فهد ابو سبعان قريب يعني بنعم، بس احنا ماخذين رسميه شويه. يعطيك العافيه حبيبي، يعني كان عندك شيء اضافه حاجه؟ ابد والله انك شرفتنا في النادي وسعدت بلقائك. لا بالعكس، احنا ان شاء الله يعني شوف هنا برنامج زونا جول في شايفكم ما شاء الله يعني. في يعني انا ابغى اطلعنا اسبانيا. ما في مشكله، ابغى اطلعنا اسبانيا. شوف بالعكس يعني حتى المدربين في بعض الانديه تحتاج النوعيه اللي انت قاعد تشتغلها ذي، في اكتشاف المواهب، في تنظيم البطولات، لان تنظيم البطولات في لاعبين مثلا ما يقدرون يوصلون الانديه. صحيح. فلازم الصبر، فهمت علي؟ ولا انك انت تروح تدور لاعب او تصبر على لاعب او تشتغل على لاعب، اللاعب يمكن ما يبين معك من اول يوم. صحيح. النادي لازم يصبر واللاعب لازم يصبر. نعم، انا زي ما تقول انت البطولات انا سويت البطوله اللي هنا ترى ما شاركوا اللي عندي مثلا من الخميس مشيط ولا ابها، من كل مناطق المملكه. أيوة. من الرياض جوني، من جده، من مكه، من نجران، عشان يبغى الفرصه وراحوا نجحوا. يعني فيه 2 لاعبين يعني من افضل اللاعبين في البطوله الحين هم في نادي طبعا غير ضمك. شوف انا اقول لك غير ضمك، مو بس طلعوا من البطوله في ضمك، هنا من بطوله ضمك، وشوفهم الحين يلعبون اساسيين في الممتاز. ما شاء الله. هذا شيء يحسب لكم والله. اكيد ضمك يعني اختصر لك يعني والله العظيم انه يعني يفعل الخير لاي احد. والله شيء صراحه جميل جدا والله يعني. حبيبي يا كابتن فهد، الله يسعدك، الله شرفنا، يعطيك العافيه حبيبي. الله يعافيك، اعطيتنا وقتك صراحه. شوفها مشغول الكابتن هنا والله العظيم، حتى جالس اخر شيء ما طلع، المدربين كلهم راحوا. اي والله من الصباح والله احنا موجودين. الله يعني. كله والله ان شاء الله يعني كله لاجل المواهب. شوف الله ما يضيع تعبك ان شاء الله، انا متاكد توصل ان شاء الله. حتى انت كمدرب ترى توصل يعني، بالعكس بشغلك ذا حيبين بعدين يعني. يلا حبيبي، سعدنا بلقائك. الله يسعدك. طبعا نسيت حاجه ابغى اذكرها انا، يعني انا فيه لاعب اشوفه. احنا الكابتن فهد قفلنا قبل شوي، ختمنا نسينا نقول اخيرا وليس اخرا، طلع هو عنده شيء يبغى يتكلم فيه صراحه. عشان ما تقولوا مضبطين يعني. لا والله شفت انا لاعب يعني كذا، شفت له مقاطع، شفت له اشياء الناس تتكلم عنه، لاعب راقي اسمه مصطفى. هذا اتوقع مصطفى اسمه مصطفى احمد، ما شاء الله تبارك الله، يعني موهبه الكل يتمناه. يعني هذا اللاعب لو انه مثلا يعني اي مدرب يتمناه. يعني انا لو تسالني عن الكلام ذا بقول لك والله ودي انه يجي ويجرب معي ونشوفه في الملعب، لانه انا شفت مقاطع ما شاء الله تبارك الله. اتوقع انه حتى لعب في المنتخب العراقي او شيء زي كذا. انت يعني نظرتك يعني له يعني. والله ما شاء الله تبارك الله، يعني النادي اللي بيوقع معاه كسبان. الخليج والله كسبان. هذا الخليج هو نقول لك اياها الحين حصريا. راح الخليج. الخليج
ما شاء الله والله. يعني صفقة، بس ما ادري حيكون مواليد ولا محترف ولا؟ محترف. مزبوط. ايش رايك انت؟ والله يعني رؤيتك له، يعني انت شفت تقول تابعته كمدرب. والله العظيم انا اقول لك، انا بالنسبه لي اللاعب ذا يتمناه اي مدرب. انا بالمقاطع اللي شفتها يعني حتى نبحث نشوف اللعيبه ونشوف ونسال. لاعب ممتاز صراحه. تخبر عندك عراقيين انت؟ في سالتها؟ خلصتها؟ انا والله عندي سالت صراحه، كان عندي لعيبه في المنتخب العراقي، يعني فريق اول، منتخب اول، كانوا في الشرطه. فسالتهم عن اللاعب وكذا، يشكرون فيه يعني يمدحون فيه بصراحه. ففازوا فيه الخليج، الله يوفقهم ان شاء الله. الله يعطيك العافيه يا كابتن، ان شاء الله باذن الله. لا يعني ممكن في مواهب تجي ان شاء الله، طالما ان والله انا عارف الان الانظمه تسمح الحمد لله. إيه يعني الامور طيبه يعني ان شاء الله. اكيد الانظمه تسمح والانديه ترغب في اي موهبه يعني. الله يعطيك العافيه. هذا اللي كنت تبغى تضيفه؟ لكن لانه تذكرت كذا، لا تذكرت يعني. شيء يستاهل صراحه. لا لاعب ممتاز، لاعب ممتاز، الله يوفقه ان شاء الله. يلا الله يوفقك ان شاء الله ويوفقنا جميعا. امين ان شاء الله.